السلام عليكم أخوتي وأخواتي متابعي قناة معرفة الصواب. معكم عباس جميل السلطاني. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما علاقة هذه الآية المباركة بالناقة عند العرب؟ إن العرب قديما إذا كبرت الناقة وصارت عجوزا فلا يعود لها لبن ولا ولد ولا يؤكل لحمها، يأخذونها إلى الصحراء ويوثقونها وثاقا غير محكم، ثم يرحلون عنها، وبعد برهة تفك الناقة وثاقها وتبقى تهيم في الصحراء حتى آخر عمرها. فكان العرب يسمون هذه الناقة السدى، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي أن يترك يهيم يفعل ما يريد ويذهب أينما يريد بلا أوامر وبلا نظام وبلا شريعة. ونقول نحن أيضا: ذهبت حياته سدى، أي ضاعت حياته هائما فيها من غير فائدة. شكرا جزيلا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.